السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي في الله؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير عليكم وعلى حبايبكم يا رب العالمين. ان شاء الله النهاردة انا جايه لكم بوصفة جديدة اول مرة، ما شفتش حد عملها. هتشوفوها وهتعجبكم جدا، خفيفة وبسيطة وسريعة وهتشرفكم كمان. هنعمل مع بعض مسقعة بكرات اللحمة. بصوا احنا معانا هنا نص كيلو بتنجان، ومعانا ربع كيلو فلفل رومي على حامي، ومعانا هنا نص كيلو طماطم، ومعانا هنا راس توم كبيره، ومعانا بقى بطاطس اللي هي بتبقى باقيه عندنا دي، يعني بتبقى باقيه بقى من السحور، بتبقى باقيه من الفطار مثلا لو عامله جنبها حاجه. دي كلها انا بحوشها عشان اعمل بيها الوصفه دي. بجد جميله جدا وخفيفه وكمان اقتصاديه جدا جدا جدا. نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، اول حاجه هنعملها احنا فرمنا الطماطم اهي، وطبعا احنا معانا البطاطس مقليه اهو. احنا قلينا البتنجان. انا بحب البتنجان يا جماعه فاتح، ما بحبوش محروق. يعني في ناس بتحبه اللي هو متحمر شويه، لا انا بحبه اللي هو اللون الفاتح ده، بحب طعمه جدا، بيدي طعم تاني خالص غير اللي هو بيبقى محروق ده. كده احنا قلينا اهو البتنجان اهو. هنا بقى هنحط كمان الفلفل، وبحب اوي احط الفلفل مع الثوم، مش بحب احط الفلفل الاول وبعد كده الثوم، لا بحب احط الفلفل مع الثوم، بيدوا طعم جميل جدا وتست يعني هايل. جربوه بالطريقه دي وهتشوفوا الفرق بجد. بصوا هنا احنا خلصنا اهو، بنقليه مع بعضيه اهو، شوحناه وكمان ضربنا الطماطم اهيت. بحب يا جماعه الطماطم ما تكونش مهروسه قوي، مش في الخلاط، بحب اقطعها او ان انا افرمها نص فرمه كده زي ما انتم شايفين اهو. محبش اضربها واهرسها ابدا، بالذات للوصفه بتاعه المسقعه. هنا بقى هنحط، شوحنا اهوت، وبعد كده هنحط معلقتين صلصه. هنحط معلقتين صلصه على الفلفل وعلى الثوم. الوصفه دي هايله 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 وكمان اقتصاديه وموفره وكمان سهله جدا اهو. حطينا بقى هنا الطماطم اهي، هنسيبها بقى تسبك مع بعضيها كده، ونحط بقى عليها البهارات بتاعتها، معلقه كمون، قالب مرقه دجاج، ومعلقه ملح. هنا اهي بتتسبك بقى. هننزل بالبتنجان اهو، وكمان البطاطس، ونخش بقى الله المستعان على الكفته. بسم الله. بصوا بقى، ده نص كيلو كفته، نص كيلو لحمه مفرومه، والله يا جماعه روعه. ودي بطاطسايه مبشوره، وبصلايه واحده، وقرن فلفل. البطاطسايه صغيره مش كبيره، نبشرها وما نحطهاش بحالها. جربوها والله يا جماعه، الوصفه دي روعه بجد اهو. وادي نص كيلو لحمه. هنفرم البصله الاول ومعاها قرن الفلفل، وبعد كده هنضيف عليها البطاطس، وهنضيف عليها اللحمه والبهارات بتاعتها، وكمان بضايه. البضايه دي يا جماعه بتخليها متماسكه وجميله جدا. بصوا كده، ضفنا بقى كله مع بعضيه اهو. ادي البطاطسيه المبشوره مع البصل مع قرن الفلفل اهو، ونروح حاطين عليها البهارات. قالب مرقه، معلقه فلفل، معلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه صغيره كمون، وبضايه، وقالب مرقه دجاج اهو. هنضربها كلها في بعضيها. اللي ما عندوش يا جماعه هاند بلندر ولا عنده حاجه يا جماعه، بنضربها على ايدينا عادي، بنقعد نعجن فيها شويه اهو. بعد ما ضربناها اهي، بصوا هي بتبقى عامله ازاي اهي. بنضرب فيها يعني قيمه دقيقتين، وبعد كده اللي ما عندوش يا جماعه هاند بلندر بيعملها على ايده، على ايده عادي خالص، ما فيهاش اي مشكله، والبطاطس بتبقى جميله برضو اهو. بصوا بقى بقت عامله ازاي، بصوا جميله ازاي اهي. هي بتبقى طريه كده، ما تقلقوش. هنا بقى كورناها كور صغيره، كور صغيره خالص على قد ما انت عايزه كور صغيره، عايزه كور وسط، عايزه كور كبيره شويه، ما فيهاش مشكله
المهم تعمليها كيار. بجد والله الوصفه دي يا جماعه روعه. اهي كده بتشوحيها على البوتاجاز من فوق، بتحطيها تحطيها في الصينيه وتروحي حطها على البوتاجاز من فوق. دي اصغر عين عندي يا جماعه، دي اصغر عين عندي انا حطاها عليه. بصوا ماسكه نفسها ازاي مع انها كانت طريه. اهي ماسكه نفسها وجميله جدا اهي. نشوح بقى فيها ونقلبها على الناحيتين. بصوا بصوا اهي، عشان محدش يقول هي نيه ولا حاجه، لا 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 ابدا، جميله جميله جميله، طريه من جوه ومستويه جدا. لاننا طبعا احنا حاطين البطاطس، شايفين البطاطس عامله فيها ايه، وكمان يعني بنشوحها من فوق، بتبقى روعه وبتستوي جامد جدا. بعد ما خلصنا المسقعه، عايزين تحطوها في قلب المسقعه تمام، عايزين تحطوها بعد ما المسقعه تخلص برضو تمام. انا حطيت دي جزء في المسقعه وجزء على المسقعه من فوق. وهنا بقى عملنا حبه مكرونه جنبها للي عايزين رز ابيض تمام، عايزين رز بشعريه برضو جميله جدا جدا جدا. وهي جربوا بقى الوصفه ديت، والله العظيم يا جماعه فعلا هايله وجديده اهي. شوفوا بقى، شوفوا بقى جمالها وحلاوتها، بجد بجد روعه اهي. بصوا الكفته فيها مستويه وجميله. جربوها بقى يا جماعه بالله عليكم، ما تنسوش اللايكات يا جماعه بالله عليكم والاشتراك، والسلام عليكم.